يا ترى ابنك بيركز في المدرسة ولا دايما سرحان؟ طيب بنتك أو بنتك بتزهق من الأكل ودايما عايزة حلويات أو جانك فود والكلام ده كله؟ طيب ابنك بينام بدري بس عشان الموبايل ولا بيسهر ودايما زهقان؟ كل الأسئلة دي بتيجي في بال كل أب وكل أم وده شيء طبيعي جدا. النهارده هنتكلم بشكل علمي وبشكل عملي عن صحة ولادنا من أول الرضاعة والبيبيهات وهم صغيرين لحد مرحلة المراهقة لحد ما نطمن عليهم. وازاي نضمن ان هم يكبروا بصحه كويسه ويبقوا اصحاء ومتوازنين قادرين ينجحوا في المدرسه وكمان في مدرسه الحياه. ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. المرحله الاولى وهي دي اهم مرحله وهي مرحله الرضاعه سواء طبيعيه او صناعيه. ليه بقى؟ لان هي دي اكتر عناصر بيستفاد منها الطفل، سواء فيتامين د عشان العظم طبعا بتاعه، الحديد عشان نتجنب الانيميا ويبقى نموه صحي، الاوميجا 3 مهمه جدا لصحه المخ والاعصاب ويبقى جامد كده ان شاء الله. ومن سن 6 شهور نبدا ندخل له الاكل البسيط زي الخضار المهروس، الفواكه المهروسه عشان يحس بالفليفر بتاع الاكل. طب الاخطاء الكبيره اللي معظمنا بيقع فيها ان احنا نبدا ندخل ولادنا سكر والعصائر المصنعه والملح الزياده، وده طبعا غلط جدا على صحتهم وعلى نموهم. تاني مرحله ودي مهمه جدا اللي هي من سنتين ل6 سنوات في عمر ابننا او بنتنا. السن ده مهم جدا ان انا بيبقى محتاج كالسيوم طبعا وفيتامين د عشان عظمه، اسنانه، البروتين الكافي عشان ينمو كويس. طبعا نديله البروتين منين والكالسيوم والحاجات دي من البيض ومن اللحمه من البقول، والزنك والمغنيسيوم عشان يبقى سوبر اكتيفيتي كده ويطلع ذكي جدا في دراسته. طيب ايه العادات الصح؟ ان انا اديله وجبات صغيره وتبقى منتظمه، واقلل الحلويات على قد ما اقدر والمشروبات الغازيه والشيبسي والبيبسي والحاجات دي. طب ايه الغلط؟ ان انا اضغط على الطفل او اضغط على ابني كالاكل اديهوله كاداه ثواب او اداه عقاب. واهم حاجه ان انا ابعد عنه الموبايل عشان يركز كويس جدا. ده اهم حاجه في المرحله دي. نيجي لاهم مرحله وهي مرحله من 6 ل 12 سنه اللي هي بدايه المدرسه، وطبعا كلنا نفسنا اولادنا يبقوا افضل شيء. المرحله دي هي الاهم. ليه؟ لان الطفل بيتعرض لضغوط كتير جدا في المدرسه والدروس وبيبدا حياه مختلفه خالص عن البيت. طيب وطبعا بيبدا كمان نمارس نشاط رياضي عشان نوفر له جسم كويس وبنيه كويسه. لو وفرنا له اكل ونوم ورياضه مظبوطين نقدر نغير مستقبله ويفضل طول عمره منتج في الحياه. طب النقاط الاساسيه اللي احنا لازم نركز عليها، اول نقطه هنا التغذيه. التغذيه لازم الفطار ممنوع منعا باتا ان انا اودي ابني او بنتي المدرسه بدون ما يفطر. الفطار ده لازم يحتوي على بروتين زي البيض والجبنه والفول، ويحتوي كمان على كربوهيدرات معقده زي الشوفان والعيش البلدي، وندخله بطرق يحاول يحبها. طب اللانش بوكس بتاعنا يبقى يعني نعمله ازاي؟ بيض، جبنه، خيار، جزر، ثمره فاكهه، واهم حاجه شرب الميه، لازم يشرب ميه طول اليوم. تاني نقطة نركز عليها ان هو لازم نديله مغذيات اساسية زي الفيتامينز، البي كومبلكس، وعندنا ده هيساعدنا في الطاقة والتركيز، الحديد للوقاية من الانيميا، الاوميجا 3 ده في غاية الاهمية. وانا كمان هقول لكم على منتج في النهاية كده ممتاز قوي يساعدنا ان يكون مالتي فيتامين للولاد اللي مش بتركز. طيب الحاجات الممنوعة، ممنوع اكل قدام التلفزيون او الموبايل او قدام السوشيال ميديا، ده ممنوع خالص. لازم امارس رياضه على الاقل خالص 3 مرات في الاسبوع، ده هيفرق معانا. ليه؟ لان سواء لعبه جماعيه او لعبه فرديه ده هيزود التركيز بتاعه جدا. طب ايه الاخطاء الشائعه؟ ان انا الكارثه اللي احنا معظمنا بيعملها مع اولادنا الفاست فود، ده بيزود وزن طبعا بطريقه غير عاديه، بيقلل التركيز، بيبوظ البوتشر او قوامه. طيب وان احنا بنعتمد كمان بدل ما نديله فاكهه بنديله سكر او بنديله مغذيات عن طريق السكر والمواد الحافظه، فده طبعا غلط وده بيؤدي لنتائج عكسيه. ولازم الولاد يناموا بدري ما يناموش متاخر، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. النهار للمعيشه، لان لو احنا عكسنا وخليناهم يذاكروا بالليل ده بيدي دايما نتائج عكسيه، فدي نقطه لازم نخلي بالنا منها. اهم مرحله هي مرحله المراهقه، ودي من 12 ل 16 سنه، ان الولد والبنت بيبدا يكبروا وبيبقوا رجاله او انسات بقى ما شاء الله عليهم. المرحله دي مهمه جدا ان احنا نكون صحابهم قبل ما نعلمهم ونقومهم. المرحله دي بيكبروا ما شاء الله بسرعه وبيحتاجوا بروتين وكالسيوم وفيتامين كتير جدا زي فيتامين د اكتر من اي وقت. كمان محتاجين فيتامين سي والاي للمناعه والجلد والبنات والبشره والشعر والحاجات دي. التحديات ضغوط طبعا المدرسه والدروس، قله النوم، جسمهم كمان بيكبر، والادمان على الموبايل. العادات اللي احنا لازم نخلي بالنا منهم ان هم لازم يناموا كويس اقل حاجه 8 ساعات، رياضه منتظمه، اكل متوازن. طب الغلط؟ مشروبات طبعا الطاقه، الاهمال في الفطار، والاعتماد السريع على الاكل والفاست فود والكلام ده والاندومي والكلام ده كله. واهم نقطه لازم اخلي بالي انا قبل حضراتكم منها ان احنا لازم نصاحب ولادنا في الفتره دي، دي مرحله تشكيل حياته كلها. فخليه صاحبك او صاحبتك، ابنك وبنتك هم اصحابك عشان صحتك. ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب للقناه وسيب لنا كومنت انت محتاج ايه نراعيه المره الجايه.
دلوقتي انا جمعت اكتر 20 سؤال مهتمين جدا باولياء الامور ان نفسهم يتجاوب عليهم بشكل علمي وبشكل عملي، واعمل ايه مع اولادي. اول سؤال عن التغذيه والفيتامينات. اول سؤال: هل لازم ادي ابني مكملات غذائيه؟ لا طبعا، لو الاكل متوازن وكافي غالبا مش محتاج، الا لو في نقص مثبت بالتحاليل زي فيتامين د او الحديد او الكلام ده كله. السؤال الثاني: ازاي اعرف ان ابني بيعاني من نقص فيتامينات معينه؟ زي ما قلنا في علامات، زي تلاقي ابن حضرتك او بنتك عنده خمول، عنده ضعف تركيز، عنده بنوته عندها سقوط في الشعر، عنده كسور متكرره، في انيميا وتحس ان وشه شاحب او وشها شاحب. التشخيص النهائي بيكون طبعا تحليل الدم. طيب السؤال الثالث: ابني بيرفض ياكل خضار وفاكهه، اعمل ايه؟ لازم نقدمهم باشكال سهله وممتعه بالنسبه له، زي السموزي، زي الالوان الجذابه، نعمل شويه تشكيلات، مشاركه الطفل في التحضير بتاع الاكل ده. طيب السؤال الرابع: هل العصائر الجاهزه تغني عن الفاكهه؟ اكيد معظمنا عارف انه لا، لانها غالبا مليانه سكر ومليانه مواد حافظه، والالياف بتاعتها مش بتبقى مفيده زي الفاكهه. السؤال الخامس: هل اللبن كافي لتقويه العظام؟ لا طبعا، اللبن مهم طبعا جدا ولكن غير كافي، لازم نحط كالسيوم وناخد فيتامين د ونزود كمان النشاط والاكتيفيتيز بتاعته، ده بيفرق معاه في النمو جدا. الأسئلة التانية النهاردة هنجاوب عن الأسئلة بتاع العادات اليومية. أول سؤال: ابني بيرفض يفطر، أسيبه ولا أضغط عليه؟ طبعا لازم يتعود يفطر، ولازم الفطار ده يكون متكامل ويكون صحي، زي إن أنا أديله ثمرة فاكهة، كوب لبن، أو علبة زبادي، لأنه بيفرق جدا في تركيزه وفي التحصيل الدراسي بتاعه، وبيفرق معاه طول اليوم. السؤال التاني: هل الفاست فود مرة في الأسبوع يضر ولا عادي مش مشكلة؟ هو مش كارثة لو حاجة استثنائية، لكن لو عادة ده طبعا هيسبب في زيادة الوزن، وهيعمل مشاكل طبعا في جسمه، وهيبوظ التركيز بتاعه، وهيبوظ البوتشر بتاعه. السؤال الثالث: ابني بيحب الحلويات جدا، امنعها؟ او بنتي امنعها ولا عادي مش مشكله؟ لا، المنع التام ده بيخلي الطفل دايما بيبقى في احتياجه. الافضل ان انا اديله كميه صغيره خالص، حاجه مره او مرتين، زي مكعب شوكولاته كده في مرتين يعني. طب ايه افضل لانش بوكس اديه للولد بتاعي او للطفل بتاعي؟ ان انا لازم اقسم اللانش بوكس بتاعي، ان انا بيض وجبنه وتونه مثلا، وخضار زي صوابع خيار، جزر، بقدونس، كزبره، الحاجات دي، واديله ثمره فاكهه، ولازم طبعا ازازه الميه. السؤال الخامس: ابني مش بيشرب ميه، اعمل ايه؟ لازم نديله ميه في ازازه ملونه شكلها حلو، او هو حتى اللي بيحضرها وهو اللي مختارها، واعرفه قد ايه مهمه جدا لبناء جسمه، وانه يبقى شخص قوي ويبقى زي سوبرمان كده. المجموعه الاسئله المهمه بقى عن الرياضه والنوم. اول سؤال: الرياضه ممكن تاثر على المذاكره وانها فعلا تخلي ابني ما يركزش؟ بالعكس خالص، الرياضه بتزود التركيز وبتزود الذاكره وبتزود المزاج وبتخليه نموه كمان اسرع. السؤال الثاني: ايه انسب رياضه ينفع لطفلي او لبنوتي؟ افضل رياضه ان انا العبه الرياضه اللي هي الكومبلكس، زي السباحه والعاب القوه، او لعبه هو بيحبها زي البنات مثلا الجمباز، والولاد كره القدم، لعبه حره او لعبه عامه او لعبه خاصه يعني براحته. طب السؤال الثاني: ابني مش عايز يلعب رياضه، اعمل ايه؟ لازم يجرب انواع مختلفه من الانشطه، سواء الرياضه لعبه جماعيه او لعبه فرديه، المهم تكون حاجه باختيار، او على الاقل خالص يمارس رياضه مره في الاسبوع. طيب كم ساعه المفروض ابني يحتاجها للنوم؟ لو ابن حضرتك او بنتك من سن 6 سنين ل 12 سنه، يفضل من 9 ل 11 ساعه، وما تعتقدش ان دول كتير، ده عشان يبقى نموه كويس. طب لو من 12 سنه ل 16 سنه، ده من 8 ل 9 ساعات، ده هيكون نموه كويس جدا. طيب السؤال اللي بعد كده: هل السهر للمذاكره افضل؟ طبعا لا، احنا قلنا قبل كده ان النوم بالليل اهم من اي عدد ساعات مذاكره، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ده يزود التركيز بتاعه جدا. سؤال مهم بيجي لي دايما: ابني بيقعد على الموبايل بالساعات، اسيبه ولا ما اسيبوش؟ طبعا لا، ده مش مسموح زي ما قلنا، لان في فص داخلي من المخ الامامي كده بيأثر جدا على الذاكره بتاعته، وبيأثر على نمو الطفل وعلى الذاكره وعلى الدماغ بتاعه، ويفضل ان انا امارس نشاط رياضي وابعد خالص عن الالعاب الالكترونيه. طيب السؤال اللي بعد كده: هل الاكل قدام التلفزيون غلط؟ طبعا غلط، لانه بيخلي الطفل ياكل اكتر من اللازم من غير ما يحس، تمام، وبيبقى بيتعود، عنده باد هابت، دي عاده خاطئه. طب ازاي اوازن بين الدراسه واللعب والرياضه؟ مهم جدا ان انا اجدول يوم الطفل بتاعي او يوم ابني ما بين الرياضه وما بين الدراسه، زي ما قلنا ساعتين للرياضه واربع ساعات للدراسه، ده هيفرق معاه جدا وهيحسن له الذاكره بتاعته. طيب ازاي اعرف ان ابني نموه طبيعي؟ ان انا لازم اتابع وزنه واتابع طوله واتابع منحنيات النمو بتاعه، يفضل طبعا عند دكتور اطفال، او ان انا هو اصلا هيبان عليه، والنشاط بتاعه والتركيز والكلام ده كله. ابني وزنه دايما بيزايد، اعمل ايه؟ هل اعمل له دايت ولا لا ممنوع اعمل له دايت؟ طبعا ما فيش طفل يتعمل له دايت، ده غلط جدا، لازم انظم له الاكل بتاعه واديه له اكل هيلسي، وابعد عن المقليات والجانك فود والفاست فود والحاجات دي كلها، وادي وجبات منتظمه ومتوازنه، دي اهم حاجه.
ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد لدعم صحتك ان شاء الله. بصراحة لو الاكل متوازن ومتنوع للطفل غالبا مش هحتاج اي مكملات غذائية، لكن في الواقع اغلب اطفالنا للاسف بيبقى مش بيكملوا احتياجاتهم من التغذية اليومية او من الخضار او من الفاكهة او من البروتين والفيتامينات بتاعتهم والمينرالز والكلام ده كله. فهنا طبعا بيبقى مهم جدا ان احنا ندخل مالتي فيتامين مناسب للاطفال حسب طبعا احتياجهم. طيب دلوقتي في منتجات كويسه قوي قوي في السوق بتبقى بتشمل مالتي فيتامين شراب او مالتي فيتامين بيبقى فيه فيتامين د والفيتامين بتاع وفيه كالسيوم وفيه مغنيسيوم وفيه الحاجات دي كلها. ده مهم قوي لصحتهم وان هم يكبروا بشكل صحي وبشكل سوي. طبعا يبقى محتاج اوميجا 3، يبقى محتاج بي 2 بي 6 بي 12، كل الفيتامينز دي محتاج كالسيوم مغنيسيوم. المعادن دي كلها بتفرق في صحه اطفالنا سواء في ميل او ميل، ستات او بنات او رجاله. طب نختار المنتج بناء على ايه؟ بناء طبعا على العمر. بصراحه اما نزلت الصيدليه لقيت منتجات كتير جدا فاحترت اجيب ده ولا اجيب ده ولا اجيب ده ولا اجيب ده، ومعظمهم فيهم الفيتامينات اللي احنا محتاجينها. ولكن انا لما سالت اكتر من طبيب للاطفال رشح لي بصراحه دول افضل منتجين ودول اللي انا جربتهم على اولادي. ليميتلس كيدز لقيته ممتاز لانه مليان الفيتامينز بتاعته، لقيته مليان فيتامين اي وفيتامين د وفيتامين سي والكالسيوم والمغنيسيوم والحاجات دي والزنك. ولقيت برضو المشروب ده حتى هو شكله حلو قوي وبجد فرق مع بنتي جدا وفرق معاها في تحصيلها الدراسي. فانا برشح يا اما المنتج ده يا اما المنتج ده من ضمن المنتجات الكتير، وعشان ما تحتارش زي ما انا احترت مع اولادي اديهم ايه. فانا شايف ان دول افضل منتجين من وجهة نظري، وطبعا يفضل استشارة الطبيب بتاع ولادكم. الخلاصة صحة ولادنا مش بس اكل وشرب، بالعكس خالص دي عادات يومية ونوم ورياضة وتوازن ما بين الحياة او في امور كل الحياة. لو عرفنا ندي ولادنا احتياجاتهم ونبعدهم عن الاخطاء اللي احنا بنشوفها والسوشيال ميديا والتلفزيون والحاجات دي كلها، هنشوف جيل قوي جدا صحي قادر ينجح. صحة النهارده هي مستقبل ولادنا بكره. اني احبكم في الله.